بوكليشة اليوم كينزل عليه هاد الخبر كالصاعقة، واللي كان ماشي موجد ليه كان مازال كيخطط لربما عنده ظروف مادية وعارف بأن هذا الموضوع غيطيح عليه بغسيل الفندق، وكيتريت وكيف قال ما حطوش في البلان ديالو في هاد الآونة أو في هاد الوقت هذا بالضبط. فكتفاجئوا جوهرة مغربية بهذا القرار. خوتي نستمعوا لا فيديو. المهم هذا النهار تلاقيت المفوض القضائي وديت داك سميتو التبليغ ديال التبليغ بالطلاق والتبليغ بالنفقه، يعني جوج في دقه واحده درتهم، التبليغ ديال الطلاق وديال النفقه. المهم توصلوا به، ما ديتوش للدار ديالهم هما فين ساكنين ديال الدره وديال المهم بين الدراري اللي ان شاء الله نولي نتلقى انا وياه قريبا. ديتو للدار ديال البنت ديالي، ديت داك التبليغ للدار ديالها حيت انا متاكده بان غادي يعجبها الحال، وتا هي قطات التبليغ وهي ضاحكه وعجبها الحال وفرحانه حيت داكشي شفتو بعينيا. حيت انا منين وصل وريته الدار وكنت كنشوف بعيني كل شيء، فرحات وسنات على داك التبليغ، واكيد غتوصل داك التبليغ للاب ديالها، وان شاء الله لا يتمم هذا الشيء على خير وبخير وربي كبير. المهم الجلسه ان شاء الله محدده، عندنا نهار 30 في شهر 6 جلسه ديال الطلاق وديال النفقه، اول جلسه عندنا غتكون ان شاء الله، وان شاء الله ربي يدير خير، واكيد ربي ما عادش يتخلى على سعاد، حيت ربي ما حاشا واش يخلي واحد المراه ظلمات من جميع النواحي، حاشا حاشا حاشا. بزاف ديال المتابعين قالوا بان جوهره ما باغاش تطلق بكريشه وباغا تبقى يعني على قبل الوليدات ديالها، ولكن اخوتي الامور اللي شفنا من بعد خروجه من سويسرا يعني هذا يعني احسن قرار خداته جوهره، لان بكريشه ما يعني ما مهتمش بها كزوجه، ومن ناحيه يعني ديال نفقه ولادها وكزوجه هي يعني ما عندهاش اعتبار. فيعني استشرات مع المحامي ديالها وقال لي هذا هو احسن حل، لان باش تبقى زوجة معلقة يعني ما عندها معنى. وبزاف ديال الناس قالوا بان جوهرة كتكذب وما دارش دعوة الطلاق، وبكريشة كان هو اللي باغي يكون سباق لدعوة الطلاق، ولكن جدت في الامور امور وجوهرة بغات تنعم بالحرية ديالها وما تبقاش مسمية عليها مزوجة. نستمعوا للرأي ديال بكريشة في هذا الموضوع. الخبر ديال الطلاق، صراحه ما تفاجاتش، يعني الطلاق كان غيكون غير انا بالنسبه ليا كان عنده واحد الوقت معين، الطرف الاخر كيشوف دابا احسن، ما كاين مشكل، الدنيا هانيه. غير شنو هو اللي بغيت ناكد عليه وبغيت نحرص على هذه الامور هذه، يعني كنضرب جديه ما كنتفلاش وما كنمزحش في هذه الامور هذه اللي كاين. سمعوني، وهو انا بالنسبه لي انا اول مره واخر مره غنهضر في هذا الموضوع ديال الطلاق. حيت علاش؟ حيت هادشي بتجربه، عشنا تجارب في هذا الموضوع هذا وفي هذا المشكل هذا. حيت اليوتيوب ماشي منصه لفض النزاعات ولا لحل المشاكل ولا الطلاق ولا الزواج حتى لشي حاجه. اليوتيوب عنده علاش دايرينه، كاين ما يدار في اليوتيوب، ولكن ما كيحلش المشاكل، ماشي محكمه، ما هو حتى شي حاجه. انا اول مره واخر مره غنهضر في هذا الموضوع، غير وكان كنتمنى من الطرف الاخر، انا ما غنقول حتى كلمه العيب، اللي كيتسناني نقول شي عيب راني ما غنقولش العيب ابدا، غير هو كنتمنى من الطرف الاخر يستافد من الاخطاء القديمه.
ماشي من اجله هو، ولا من اجلني انا، ولا من اجلي انا، ولا من اجل شي واحد، لا، من اجل داك الوليدات اللي كيهمني انا. دابا تبارك الله ما شاء الله عليها يسرى، راه دابا راه بولدها وراها بمسائلها. فاطمه الزهراء راه في الكنف ديالي، في الحفظ والصون بالاراده ديالها، وهي باغيه تبقى في الكنف ديالي، ومئات الف 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 مرحبا بها. وهذيك راها بنتي ولحمي ودمي، يعني الا كانت معايا راه ماشي في شي مكان اللي خطا، بالعكس راه في المكان الصحيح، راه عند باها. غتنوضوا تهضروا وتبلبلوا وتقولوا لا ما خصها تكون عند امها، ولا داك الرقاصات داك النقافات اللي تابعينها. انا غنقول لكم لا، فاطمه الزهراء خصها تكون معايا انا، قانونا وشرعا خصها تكون معايا انا. حيت علاش؟ حيت امها ما كتعمرش. الاولاد راهم غير عند الجيران، الاولاد بالنسبه لمحمد امين وادم راهم مسيبين عند الجيران. وهذا الشيء الا بغيتو نجيب لكم حتى 20 شهود نجيبو لكم، هذا الشيء معروف كلشي كيعرفو. المهم يسرى الله يسخر لها والله يعاونها. فاطمه الزهراء عايشه في الكنف ديالي وفي المكان الصحيح ديالها، ماشي غلط، ما دايره حتى شي حاجه غلط. وهذا الله ربي السلامه. وهذا لا يعني ان فاطمه الزهراء ما تمشيش عند امها كاع ابدا، ولا راها مقاطعه امها، ولا لا ابدا. انا فاطمه الزهراء راني اقرب واحد لفاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء كتقول لي بابا امي الا كانت شي نهار مرتاحه في الدار وبغاتني نمشي ماشي على رجلي، نمشي على عينيا. انا كنقول هذا الكلام وكنتحمل مسؤوليته. فاطمه الزهراء كتقول هذا الكلام هذا حيت انا اقرب واحد ليها. النهار اللي تكون امها مساليه مرتاحه باغيه بنتها، راه تخسر عليها غير الو اجا بنتي راها تمشي، ما عندنا ادنى مشكل. المهم هذا الشيء حنا دوزناه. بالنسبه لليوتيوب كيف ما قلت ماشي محكمه، ما كيحلش النزاعات. اليوتيوب واحد الفضاء اللي هو مخلط، كيف فيه الناس مزيانين عاود كاين فيه الناس القباح، كاينين الشياطين، كاينين شكون اللي خرج علينا في الاول من غير بعض الناس. حنا ما نعموش بطبيعه الحال لان ما يمكنش نعمم، كاين الصالح وكاين الطالح. اليوتيوب بحال الشارع، كاين فيه المزيان وفيه الخايب. ولهذا الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. انا ما يسولني حد في اليوتيوب، ما يقول لي حد شنو درتي حتى شي حاجه. هذا الشيء كلشي بعيد عليكم نتوما بتاتا. انا غير بغيت فقط، جاني هذا الخبر دابا، بغيت نقول لكم بان راني غادي راه الورقه وصلات كيف ما قالت هي، لانفيتاسيون راها وصلات، ورحنا سعداء بداك لانفيتاسيون، سعيد جدا بداك لانفيتاسيون، واللي دارها القانون حنا قابلينها.